السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده نعمل مع بعض الفشار. هنعمل الفشار بالكريم كراميل، وكمان هنعمله بالكاتشب وبالجبنة ومن غير ولا نقطة زيت. معايا هنا كده ربع كيلو من الفشار. عايز تعملي تمن اعمليه، اي كمية انت حابة تعملي اعمليها. معايا هنا كده ربع كيلو من الفشار اللي هو الذرة اللي هو زي كده. رايحة عند العطار عايزة ربع كيلو ذرة فشار. ومعايا هنا كوباية مية، هنعملها بالمية يا جماعة، مش هنعملها ولا نقطة زيت. الزيت دلوقتي بقى ب65 جنيه. حاجة بقت صعبة فعلا دلوقتي. معايا هنا كده اي طعم انت بتحبيه، هنا بالجبنة وفي بالكاتشب وفي بيتباع سايب. خلاص، في كيس كده، وفي اللي هو سايب، براحتك. دلوقتي عيالي دلوقتي عايزين اللي هو الكراميل. هنعمل ازاي الكراميل بقى؟ هنجيب حبة سكر في طبق كده، هوريها لكم دلوقتي. ادي كده السكر اهوت. هعملهم بطعم الكراميل، وهعمل لهم بالكاتشب وبالجبنه. في الوقت ده بقى انا خلاص هولع كده الحله عشان احط فيها الميه والذره معانا. خلاص كده حطيت كده حله على البوتاجاز، وحطيت كده كوبايه الميه، وحطيت الذره بتاعنا، وقعدنا نقلب كده فيه. والله العظيم يا جماعه ما حطيت ولا نقطه زيت ولا نقطه زيت. وحلو قوي كمان للي بيعملوا رجيم. الدكتور ساعات بيبقى يقول لهم كلوا فشار من غير زيت، هو ده الطريقة اللي هتنفع معاهم. والله العظيم. انا طول عمري بعمله بالزيت، بس لما جربت الطريقة ديت، خرافة 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 يا جماعة، وجربوها ان شاء الله هتعجبكم. انا قبل اي حاجة بعملها بجربها الاول قبل ما اصورها. فصراحة الطريقة دي نجحت قوي. خلاص في الوقت ده انا حطيت كده طاسه صغيره خالص كده. وبعد كده ولعت على نار هاديه عشان احط فيه السكر، عشان يسيح معانا السكر، يبقى ايه، يقلب اللي هو الكريم كراميل. انا هدني كده ايدي مستمره في السكر عشان ما يتحرقش مننا. ايدك على طول فيه عشان ما يتحرقش، لو اتحرق هيتقلب مراره، هيمرر معاكي السكر. وكمان ايدي كمان في قلب الفشار بتاعنا برضو. هدنا اقلب فيه لحد ما يتشرب مننا الميه. طب انت ليه حطيتي ميه طالما هيشرب معانا؟ لا، الميه هنا دور ان هو زي بيسلق الفشار بتاعنا، وكمان هيخليه زي ما بتحط الزيت كده، بس صراحه بيبقى حلو قوي. اعملوها زي ما قلت لكم كده بالظبط، هتطلع حلوه. ايدك مستمره كده في قلب الفشار، وبعد ما يتشرب كده خلي النار وسط، ولا هو عالي ولا هو واطي. يعني في الوقت ما تكون انت حاطه فيها الميه، علي على الاخر عشان يتشرب معاكي، لكن لما تيجي زي كده يتشرب وطي خالص، يعني ولا واطي قوي ولا عالي قوي، زي ما بتعملي الفشار العادي. بس احنا مش هنحط زيت خالص. حابه تعمليه بزيت زي ما انت حابه اعمليه، بس انا قلت اجربه من غير زيت، علشان اللي احنا فيه دلوقتي الزيت غلي ورفع قوي. وكمان صحي يا جماعه، من غير زيت صحي قوي. هو خد وقت، يعني يعتبر خد يجي ربع ساعه، بس صراحه يطلع لنا فشار حلو قوي. ايدك مستمره فيه كده عشان ما يتحرقش. انت دلوقتي هتقولي ايه ده اتحرق كده مني وشاط؟ لا، هو كده هو متحمر، بس ما اتحرقش، وكمان هيطلع الفشارة حلو ومقرمشة. بس اهم حاجة في الوقت ده وطي النار، بس ما توطيش قوي، على نار وسط زي ما بتعملي الفشار العادي. ماشي يا جماعة. حابين تعملوا بزيت زي ما براحتكم، بس انا زي ما قلت لكم الطريقة دي حلوة قوي. كده بص، زي ما انت شايفة كده خلاص كل المية نشفت منه وتحمص كده يعني اتحمر. بص بدأ يطلع اهوت، بس انا عمالة اغطي عشان ايه، عمال يفرقع قوي. يعني عمالة اغطي واشوف اهوت بيطلع معانا اهو. وفي نفس الوقت كده عمالة اقلب برضو في قلب السكر بتاعنا عشان ايه ما يتحرقش مننا. انا موطية خالص النار. خلاص انا ايدي كده زي ما انتم شايفين كده في السكر كده عشان ما يتحرقش. وبرضو على طول ببص على الفشار زي ما انت شايفة كده اهوت. خلاص كده خلاص خلص معايا. هفضيه في قلب بولة كده عشان احط في كل طبق الطعم اللي احنا هنعمله. وكمان الكريم كراميل اللي خلص معانا كده اهو. خلاص هفضي كده في اطباق عشان نحط الأطعمة بتاعتنا. ادي كده حطيت كده 3 اطباق كده عشان احط ايه، اهم حاجة كراميل تحطيه اول حاجة قبل ما تحطي الأطعمة التانية، علشان احنا في شتاء فبيجمد على طول. فعلى طول كده احط الكريم كراميل كده على الفشار،
بس اهم حاجه اوعي ايدك عشان بيبقى سخن قوي. سيبيه خالص يبرد خالص، وبعد كده ايه فكيه من بعضه او كلوه على كده، حلو قوي طعمه حلو قوي خطير. انا كده حطيت كده اللي هو الطبق التاني بجبنه، وادي الطبق التاني اللي هو التالت اللي هو بالكاتشب. اي طعم انت حباه حطيه، حابه تعملي بملح بس حطيه براحتك. التزيين ده بتاعك انت. خلاص كده هو الكريم كراميل معايا، وادي بالجبنه وادي بالكاتشب. جربوه زي ما قلت لكم كده، ان شاء الله هيعجبكم. وصراحه من غير زيت طعمه حلو قوي، وكمان خفيف على المعده. جربوه ان شاء الله هيطلع حلو قوي. لو عجبكم بقى الفشار بتاعي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.